وفيلمنا بيبدأ مع جون رامبو في قرية صغيرة وهادية، وده بيكون جندي سابق شارك مع أمريكا في حرب فيتنام. كان ماشي في القرية بيدور على بيت صاحبه القديم، قابل ست هناك ومنعرف إنها زوجة بيري صاحبه. رامبو سألها عن بيري، والست اتضايقت من السؤال وقالت له إن بيري مات بالسرطان اللي جاله من وقت ما كان في فيتنام. رامبو اتصدم لما عرف إن صاحبه مات، عزى مراته وإداها صورة ليه مع بيري، وبعد كده فضل يتمشى شوية لحد ما وصل قرية تانية اسمها قرية هوب. دخلها علشان ياكل في أي مطعم ويرتاح شوية، وهنا بنتعرف على رئيس شرطة قرية هوب الضابط ويل. الراجل ده كان رايح شغله، وبنعرف إنه شخص عنده مرض جنون العظمة، وباين عليه إنه مشهور في القرية وكل الناس هناك بتسلم عليه. وفي نفس الوقت رامبو كان ماشي في القرية دي وهو غارق في ذكرياته، والشكل بتاعه شعره طويل ولبسه العسكري لفت انتباه الضابط. وهنا ويل سأله انت رايح فين؟ لأنه كان بيعرف كل أهل القرية ورامبو ده كان غريب عنهم. رامبو وقتها كان لسه مصدوم وحزين على موت صاحبه وما ردش عليه خالص. الضابط ويل اتعصب وخلاه يركب عربية الشرطة، أخده وطلع بيه بره القرية. وهنا رامبو سأله انت لوين رايح بيا؟ والضابط ويل قال له أنا شغلي أبعد المتشردين اللي زيك عن قريتي، وعايزك ما ترجعش تاني وإلا هتواجه مشكلة معايا. بس رغم التحذير ده رامبو رجع يتمشى ناحية القرية تاني. التصرف ده عصب الضابط ويل جدا، فرجع بسرعة وقبض عليه بتهمة إعاقة الشرطة والتشرد. وأثناء التفتيش لقى معاه سكينة كبيرة، فأخدوا على مركز الشرطة علشان يعمل له محضر. الضابط آرثر هناك سأله انت شايل السكينة ليه؟ ورامبو رد عليه وقال علشان أصطاد بيها. وهنا آرثر بيتريق عليه وقال ازاي حد ممكن يصطاد بسكينة زي دي؟ بعدها عملوا له محضر، بس رامبو ما كانش متعاون معاهم خالص وما كانش بيرد على أسئلتهم. ولما سألوه عن اسمه بطريقة مش كويسة افتكر أيامه الصعبة في فيتنام وهو أسير هناك. الضابط آرثر اتعصب من عدم تعاونه معاهم وخد السلسلة اللي في رقبته، وعرفوا إنه كان ضابط في الجيش. لكن آرثر ما اهتمش بالأمر ده بتاتا وقال له هخليك بتعذب في الزنزانة عندي. ولما حاولوا ياخدوا بصماته كمان رامبو قاوم ورفض يبصم، وده عصب آرثر أكتر وقال له إيه رأيك في ده؟ أنت هتتحبس 3 شهور سجن وهتدفع غرامة 250,000 دولار. وأمرهم يحلقوا شعره علشان يتعرض على المحكمة بكرة. أول شيء أمرهم يقلعوه هدومه، وهنا اتفاجئوا بالجروح والندبات اللي مالية جسمه. وهنا آرثر ضربوا بقوة على ظهره وكانوا بيعاملوه زي الحيوان، رشوه مية وثبتوه علشان يحلقوا شعره. المعاملة السيئة دي فجرت جوه رامبو ذكرياته المرعبة في فيتنام، وهنا انفجر غضبه، ضرب كل الضباط اللي ماسكينه ومسح الأرض بكرامتهم واحد واحد، وقدر يتغلب عليهم كلهم بسهولة. وبعدين خد سكينته وبيضرب أي حد بيحاول يوقفه. بعدها هرب من قسم الشرطة، سرق موتوسيكل من هناك وانطلق بسرعة كبيرة. وفي اللحظة دي الضابط آرثر كان عاوز يضربه بالنار، لكن ويل منعه عشان في مدنيين في الشارع وممكن حد يتصاب. رامبو انطلق بالموتوسيكل بأقصى سرعة وويل طرده بعربية الشرطة. رامبو دخل طريق الغابة، طريق صعب جدا، والضابط ويل كان وراه مباشرة مش عاوز يتركه يهرب. وهنا العربية مشيت في طريق مكسر واتضررت لحد ما في الآخر اتقلبت عند منحدر واتحطمت في النهر هناك. وهنا رامبو كمل طريقه وكان بيحاول يتسلق منحدر صخري لكنه فشل ووقع من على الموتوسيكل. وقتها فهم إن الشرطة كلها هتيجي وراه، فكمل هروبه وغاص جوه الغابة. وهناك لقى قطار قديم مهجور، دخل جواه يدور على أي حاجة تنفعه. لقى هناك قماش وربطه حواليه علشان يتدفى من البرد. في اللحظة دي الضابط ويل كان موجود مع الضابط ليستر والضابط ماتش. ويل أمر ليستر يروح يبلغ المقر الرئيسي ويطلب منهم المساعدة، ومعاها يجيبوا كلاب بوليسية وطائرة هليكوبتر علشان يلاقوا رامبو. رامبو كان لسه بيهرب وطلع قدامه منحدر خطير فجأة، وفي الوقت ده الكلاب البوليسية وصلت ومعاهم ويل وماتش وليستر وكذا ضابط تاني علشان يكملوا البحث عنه. رامبو سمع صوت الكلاب دول فبدأ يقلق ولقى إن مفيش مخرج ليه غير إنه ينزل المنحدر الخطير والعالي ده. ولما حس إن الضباط والكلاب قربوا كتير منه استجمع شجاعته واضطر ينزل المنحدر الجنوني ده. وفجأة وصل طيارة هليكوبتر فوقه
وهنا رامبو اتخض وخاف وكان هيقع. اللي كان جوه الطيارة هو الضابط آرثر ومعاه بندقية، وكان مصمم يقتل رامبو. وفي لحظة بدأ يضرب النار عليه، ورامبو في الوقت ده ما كانش عارف يروح فين ولا يتحرك ازاي. الطيار اللي مع آرثر حاول يمنعه وقال له دي مش إنسانية إنك تضرب نار على واحد محاصر ومش قادر يهرب، لكن آرثر هدده وقال له اسكت يا حمار، ده شغلي ما تتدخلش. آرثر كان بيكره رامبو كره رهيب ومش عاوز أي حاجة غير إنه يقتله ويتخلص منه، ورامبو اللي كان رافض يستسلم ما كانش عنده حل تاني، قرر يغامر ويقفز من فوق المنحدر المجنون ده. وقع هو بيتخبط في الشجر ودراعه اتصاب إصابة خطيرة، ومع كل ده آرثر لسه بيطارده وبيضرب عليه نار، ورامبو استخبى ورا شجرة كبيرة، وفي لحظة مسك طوبة حجر من الأرض ورماها ناحية الطيارة بقوة. الطوبة كسرت الإزاز، والحركة المفاجئة دي لخبطت الطيار، فالطيارة اهتزت بعنف، وبالغلط آرثر وقع منها على الصخر ومات. بمجرد ما الطيارة بعدت رامبو جري ناحية جثة آرثر وخد منه الجاكيت والبندقية وهرب بسرعة. قعد في مكان هناك جنب النهر وطلع شوية أدوات من سكينته وبدأ يخيط الجرح في دراعه بنفسه. وفي الوقت ده الضابط ويل ورجالته وصلوا لحافة المنحدر وشافوا جثة آرثر من المنظار. بعدها ظهر رامبو رافع إيده مستسلم وقال لهم أنا ما كنتش أقصد أقتله ومش عاوز أذي حد، لكن الضابط ويل كان في قمة غضبه بعد موت آرثر، فمباشرة فتحوا النار هو ورجالته على رامبو، ورامبو جري بسرعة ونجا بأعجوبة واختفى جوه الغابة. بعد كده الضابط تواصل مع ليستر وأمره يجيب طيارة تانية تشيل جثة آرثر، وهنا ليستر رد وقال له وصلتنا بيانات رامبو بالكامل. الراجل ده كان ضابط جيش شارك في حرب أمريكا ضد فيتنام، ده واحد من فرقة القبعات الخضراء وأخد وسام شرف من الكونجرس الأمريكي، يعني ده مش شخص عادي، ده بطل من أبطال الحرب. رجال الشرطة لما سمعوا الكلام ده اتخضوا لأنهم فهموا إنهم مش بيطاردوا شخص متشرد، ده جندي مدرب وبطل حرب. ليستر حاول يقنع الضابط ويل يسيب الموضوع ده للجيش، لكن الضابط بعناده المعروف رفض وقال له أنا اللي هقبض على رامبو بنفسي، والوسام ده هحطه في تابوته بعد ما خلص عليه. وبنرجع عند رامبو اللي كان مستخبي فوق جذع شجرة كبيرة وهو بيحضر فخاخ للضابط ورجالته بما إنهم مصممين يقتلوه، وفي نفس الوقت رجال الشرطة كانوا بيتخانقوا مع بعض والخوف بدأ يمتلكهم بعد ما عرفوا تاريخ رامبو. كانوا حاسين إنه ممكن يقتلهم كلهم، وبعدين بالفعل قدروا يحددوا مكانه وسربوا الكلاب عليه، والمفاجأة كانت إن رامبو قدر يقتل كل الكلاب دول ببندقية آرثر. الضباط لما سمعوا صوت النار وعرفوا إن الكلاب ماتت إيديهم بدأت تترعش من الرعب، وهنا فتحوا النار عليه كلهم، وبعد كده اكتشفوا إن رامبو خدعهم وحط خيال شبهه في الغابة. رامبو ضرب نار على الشرطة وواحد من الضباط دول اتصاب، وهنا الضباط جريوا علشان ينقذوا صاحبهم وتفرقوا في الغابة علشان يمسكوا رامبو. الدنيا كانت عتمة والظلام مالي الغابة، لكن رامبو ما كانش همه وكان متعود على الأجواء دي من أيام الحرب. بدأ يهجم على كل واحد من الشرطة لوحده وكلهم وقعوا في الكمين اللي هو عامله. واحد من الضباط اتطعن في رجله وصرخات الشرطي دوت في الغابة، والضباط سمعوها فجروا علشان يطمنوا عليه. كانوا ماشيين بخوف وعيونهم بتتلفت في كل اتجاه. رامبو بكل ذكاء قدر يقضي عليهم واحد ورا التاني بسرعة كبيرة، وفي الآخر طلع للضابط ويل العنيد من العدم وحط السكينة على رقبته وقال له أنا ما قتلتش حد فيكم علشان انتوا ضعاف، فبنصحكم ما تردونيش، لو جيتوا ورايا تاني هعلن عليكم حرب عمركم ما شفتوها في حياتكم. في قريتكم انت القانون، لكن في الغابة دي أنا القانون. وبعد ما هدده سابه ومشي، وهنا ويل وقع على الأرض من الخوف وقعد يعيط. وبعدين وصلت سيارات الإسعاف وخدت ويل ورجالته علشان يتعالجوا، وفي نفس الوقت الصحافة وصلت وبدأوا يغطوا اللي حصل. الأخبار انتشرت بسرعة وقالوا إن رامبو قتل ضابط وهاجم الشرطة كلها لوحده. بعدها وصل الضابط ديف من شرطة الولاية وقال لويل سيب موضوع رامبو لينا، إحنا اللي هنتصرف. لكن ويل زي العادة كان عنيد، رفض تدخل أي حد وأصر إنه هو اللي يسيطر على الموقف، ولكن في الأخير وافق إن شرطة الولاية تساعده. وفي نفس الوقت وصل
وصل العقيد تروتمان، الراجل اللي كان رئيس رامبو في الجيش وهو اللي دربه علشان يبقى جندي خارق في ساحة المعركة. تروتمان قابل ويل وقال له الجيش بعتني علشان آخد رامبو، لكن ويل بعناده المعتاد رفض وقال شرطة القرية تقدر تمسك المجرم ده فما تتدخلش. رد تروتمان بجملة صادمة وقال أنا ما جيتش هنا علشان أنقذ رامبو من الشرطة، أنا جيت علشان أنقذ الشرطة من رامبو. انتوا بتتعاملوا مع واحد خبير حرب، أحسن واحد في الجيش بيستعمل السلاح والسكاكين، وأفضل واحد يقدر يحارب بإيده من غير سلاح، وده مدرب علشان يستحمل أي طقس وأي بيئة. وهنا ويل اتلخبط وقال له طب إيه المفروض أعمل دلوقتي؟ تروتمان عد وقال لازم تسيبه يهرب من الغابة، وبعد كذا يوم تقدر تمسكه بسهولة. لكن ويل رفض وقال أنا هقبض عليه هنا وهو في الغابة، وهبعت 200 شرطي من الولاية علشان يقبضوا عليه. ابتسم تروتمان بسخرية وقال 200 شرطي؟ دول مش هيوقفوا رامبو، وكلهم هيموتوا وهتخسروا الحرب ضده. ساعتها ويل بدأ يحس بخطورة الموقف وطلب من تروتمان يساعده علشان يقبضوا على رامبو. وفي الناحية التانية رامبو كان بيصطاد حيوانات علشان يعيش، قدر يصطاد خنزير بري كبير، خد منه قطعة لحم ودخل كهف وشوى اللحم علشان ياكل. الشرطة كانت بتحاول توصله عن طريق جهاز اللاسلكي اللي أخده من آرثر، كانوا بيطلبوا منه يسلم نفسه لكنه ما كانش بيرد. بعدين فجأة رامبو اتفاجئ بصوت العقيد تروتمان على اللاسلكي، وقتها ما قدرش يسكت ورد عليه فوراً. قعدوا يتكلموا عن أيام فيتنام والتجارب اللي عاشوها سوا، وبعد كده تروتمان حاول يقنع رامبو يستسلم وقال له كفاية فوضى يا رامبو، سلم نفسك. لكن رامبو رفض وقال الضابط ويل والضباط عاملوني بقسوة غير إنسانية، وأنا من البداية دخلت القرية علشان آكل بس. وفي اللحظة دي ويل كان سامع المكالمة كلها وقدر يحدد مكان رامبو بالظبط عن طريق جهاز اللاسلكي اللي معاه، وقرر إنه هيمشي بخطته هو ويروح يقبض عليه هناك بمساعدة شرطة الولاية. تاني يوم قوات شرطة كتير نزلت الغابة علشان تفتش على رامبو، لكن على عكس توقعهم رامبو كان بيراقبهم من بعيد. شاف إن عددهم كبير جدا فقرر يتراجع ويدور على مكان استراتيجي أحسن يقدر يواجههم منه. وأثناء هروبه شاف شاب صغير كان بيصطاد. في البداية رامبو كان ناوي يقتله علشان ما يكشفش مكانه، لكنه تراجع في آخر لحظة لما اكتشف إنه مجرد ولد صغير. لكن الولد بدأ يصرخ بأعلى صوته، وصراخه كشف مكان رامبو للشرطة. رامبو جري بسرعة واستخبى جوه كهف واتحاصر من كل الجهات. الشرطة فتحت عليه النار لكنه ما استسلمش، رد عليهم هو كمان بالنار. ورغم إنه شخص واحد قدر يزرع الرعب في قلوب الشرطة اللي قدامه. الضابط ويل اتواصل معاهم وقال ما حدش يقتل رامبو، أنا عايزه حي علشان أخليه يتعذب في السجن. لكن أوامره ما وصلتش للرجالة بسبب سوء الإشارة. على طول ضربوا الكهف اللي رامبو مستخبي فيه بصاروخ. الانفجار كان ضخم جدا والجنود افتكروا إن رامبو اتنسف ومات، فرحوا واحتفلوا بالانتصار حتى إنهم خدوا صورة للذكرى. بس بعدها وصل ويل وديف وتروتمان للمكان. ويل اتعصب جدا وهاجم رجالته، شتمهم وزعق فيهم علشان ما سمعوش كلامه. وبعدين بغرور واجه ويل العقيد تروتمان وقال له رجالتي قتلوا رامبو بتاعك اللي كنت بتظن إنه هيعيش. لكن تروتمان كان واثق إن رامبو مستحيل يموت بالسهولة دي، وكان عارف إنه لسه عايش. وفعلا بعدين منشوف رامبو لسه عايش جوه الكهف، ولع نار علشان يشوف الطريق قدامه. اضطر يعدي من بركة صغيرة مليانة فئران، عانى كتير معاهم لكن في النهاية لقى مخرج وطلع. بعد كده بره الكهف شاف شاحنات جيش محملة بالأسلحة، وبهدوء نط على آخر شاحنة من غير ما حد ياخد باله، اقتحمها ورمى السواق منها وساقها بنفسه، وابتدى يتحرك ناحية مركز الشرطة اللي فيه ويل، وبيكون عازم إنه ينتقم منه على كل اللي عمله فيه. في نفس الوقت ليستر لقى سواق الشاحنة اللي رامبو رماها في الطريق. وقتها ليستر فهم إن رامبو لسه عايش وجري وخبر ويل بسرعة. رامبو بقى مطارد
انقرض من عربية شرطة، والضابط اللي جواها حاول يوقفه، لكن رامبو بمهارته قدر يتفادى الشرطي ده وخبط العربية بقوة لحد ما اتقلبت. كمل رامبو طريق لحد الكوبري اللي بيوصل لقرية هوب. لقى إن آخر الكوبري مغلق بسيارات الشرطة والضباط، لكن رامبو مهتمش، فضل سايق بأقصى سرعة واندفع ويخبط كل العربيات اللي واقفة في سكته. الإصرار على الانتقام كان باين في عينيه. وبعدين وصل لمحطة بنزين، خد من الشاحنة الأسلحة اللي محتاجها، وبعدها ولع في المحطة والشاحنة، وحصل انفجار ضخم جدا هز المكان كله. الشرطة كلها اتحركت ناحية المحطة علشان يعرفوا إيه اللي حصل، وهناك ويل فهم الحقيقة وعرف إن اللي عمل ده هو رامبو. في اللحظة دي ويل قرر يغامر ويواجه رامبو، وبدأ يجهز أسلحته علشان يخلص على رامبو. بس قبل ما يطلع السطح دخل عليه العقيد تروتمان وقال له: نصيحة مني ليك، خد نفسك واهرب، رامبو مش هيرحمك، ده شخص ما يعرفش المستحيل. لكن ويل هو كمان كان معصب جدا من رامبو ومصر على الانتقام منه، مسك سلاحه وخرج يواجه رامبو. وبينما المطافي كانت لسه بتطفي الحريق اللي ولع في القرية، رامبو في الوقت نفسه تسلل بهدوء جوه القرية ناحية مركز الشرطة، وويل طلع فوق السطح علشان يراقب من وين رامبو ممكن يجي. رامبو قطع الكهرباء عن المنطقة كلها، الضلمة سيطرت ورامبو تحرك فيها براحته. كان حاسس إن ويل مستخبي جوه المركز، دخل محل أسلحة قريب، جمع البارود وولع فيه نار، نصب فخ وبعدها استخبى وبيراقب. ويل طلع من فوق المركز يشوف مصدر الحريق، ورامبو وقتها عرف مكانه وفتح نار على مركز الشرطة، دمر المبنى وخربه كله. بعدين دخل جوه المركز علشان يخلص على ويل، لكن ويل شافه الأول وضرب عليه نار من فوق. رامبو رد بسرعة وأصاب ويل ووقعه من فوق السطح. وقبل ما رامبو يوجه الضربة الأخيرة ويقتله تدخل العقيد تروتمان، قال له بحزم: بلاش يا رامبو، مفيش طريقة تخرج بيها من هنا، انت سببت أضرار ضخمة، الحرب دي لازم تخلص. بره في حوالي 200 ضابط من شرطة الولاية، لو فتحت نار عليهم هتموت أكيد. رامبو كان غاضب وموجوع وقال بصوت مليان ألم: الضباط والمدنيين مش مقدرين التضحيات اللي قدمناها ولا العذاب اللي عشناه في الحرب. أنا راجع من حرب استمرت 7 سنين وكل اللي لقيته معاملة زي معاملة الحيوانات. وبعدين رامبو بدأ ينهار، دموعه نزلت وهو بيفتكر زمايله اللي ماتوا كلهم. ساعتها تروتمان أدرك حجم المعاناة اللي شايلها رامبو جواه، قرب منه وحضنه. رامبو كان بيعيط وما كانش عنده ثقة في حد غير تروتمان. وفي الآخر رامبو خرج مع العقيد بعد ما أقنعه يستسلم. وبتمنى من أي أخ أو أخت وصل لحد هنا يعمل لايك ويشترك في القناة، ويلا نكمل الجزء الثاني. وبعد سنوات كتير منشوف رامبو وهو بيقضي عقوبته في السجن وشغال شغل شاق جدا، بيكسر صخور وبيعمل أعمال قاسية طول اليوم. وفجأة بيجي عنده العقيد تروتمان جاي مخصوص علشان يقابله ويتكلم معاه عن مهمة سرية في فيتنام، وقال له: أنت هتشارك مع فريق سري لتحرير أسرى أمريكيين هناك، ولو وافقت ونجحت في المهمة دي هتطلع من السجن. وطبعاً رامبو بيوافق لأن لسه قدامه 5 سنين من السجن، وبالطريقة دي هيرجع رامبو حريته. تروتمان بينقله بالطيارة وبياخده لمقر الجيش في تايلاند، هناك بيستقبله واحد من جنود المرتزقة اسمه إريك. العقيد تروتمان بيعرف رامبو على القائد اللي هيتولى مهمة تحرير الأسرى اسمه موردريك، وبياخده على مكتبه. ولما موردريك فتح ملف رامبو اتفاجئ من الإنجازات الكتيرة اللي موجودة في الملف ده، وبعد كده شرح لرامبو دوره في العملية، وإنه بس هيروح ويصور المعسكر اللي الأسرى موجودين فيه ويتأكد إن الأسرى موجودين هناك بالفعل، ومن غير ما يدخل مع الجيش الفيتنامي في قتال مباشر. وهنا رامبو اتصدم وقال: يعني أنا المفروض أسيب الأسرى وما حاولش أحررهم؟ والقائد رد وقال له: لا، ما تقلقش، هيبقى في فريق مختص هو اللي هيحرر الأسرى. رامبو وافق لأنه ما كانش قدامه اختيار تاني. وتروتمان قال لرامبو إنه هيقفز من الطيارة ويكمل لوحده للمعسكر، لما توصل فيتنام هتقابلك عميلة هناك هتساعدك في المهمة اسمها كوباو. موردريك حس إن رامبو يمكن جاله اضطراب عقلي من حرب فيتنام، لكن تروتمان طمنه وقال
وقال: ما تقلقش، رامبو ده أحسن مقاتل شفته في حياتي وممكن يضحي بحياته في سبيل بلده. بعدين رامبو راح وجهز نفسه وأخد معداته اللي هيحتاجها زي السكاكين والأسلحة والكاميرا. بعد كده تروتمان قال له: قدامك 36 ساعة علشان تخلص مهمتك. ورامبو ركب الطيارة، وموردريك كان لسه مش مرتاح ومش واثق إن رامبو هيلاقي الأسرى اللي هناك. وفي الجهة التانية على الطيارة رامبو كان متوتر لأنه راجع لفيتنام تاني، البلد اللي كل أصحابه ماتوا فيه. مقر القيادة بلغ رامبو إنه جه الوقت علشان ينط من الطيارة، وفعلاً رامبو جهز نفسه ونط منها. لكن حصلت مشكلة، اتعلق في باب الطيارة بطريقة خطيرة، والجندي اللي معاه حاول يقطع الحبل ويساعده لكنه ما قدرش. لما موردريك عرف، أمر إيريك إنه يلغي المهمة. بس في اللحظة الحاسمة رامبو استخدم سكينته وقطع الحبل بنفسه، خسر جزء من معداته لكن قدر في الآخر ينط بسلام. بعد ما نزل بنشوف رامبو ماشي في غابة صعبة. خبرته في الحرب خلت له إحساس قوي بالاتجاهات وكان حافظ الغابة كويس. وهو ماشي في السكة شاف شخص غريب وبسرعة دار حواليه وعمل له كمين ومسكه، بس طلعت دي بنت اسمها سارة. قالت لرامبو إنها مش عدو وإنها العميلة المعروفة باسم كوباو واللي هتساعده في المهمة دي. وهنا رامبو صدقها وكملوا الطريق سوا. وفي السكة سألته: إيه اللي أخرك؟ فقال لها إنه قابل شوية مشاكل في الطيارة. وهي بتفكر في الطريق اللي هيمشوا فيه، سارة اقترحت على رامبو إنهم يستخدموا الطريق المائي بدل البري، لأن الطريق البري ما بقاش فيه أمان خالص. ولما وصلوا عند البحيرة رامبو اتفاجئ إن سارة مجهزة سفينة قراصنة مخصوص علشان يوصلوا بيها لحد معسكر الجيش الفيتنامي. دفعت فلوس للقبطان وركبوا السفينة وانطلقوا ناحية معسكر الأسرى. لكن رامبو كان قلقان جدا، خايف إنه دورية من الجيش الفيتنامي تلمحهم. وهنا زعيم القراصنة حب يطمنه ووراه سلاح RPG. في الطريق رامبو وسارة قعدوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض أكتر. سألها: إيه اللي دخلك في المهمة دي؟ سارة ردت وقالت: أبويا كان شغال في جهاز المخابرات لكنه اتقتل على إيد المتمردين الفيتناميين وأنا خدت مكانه، بس الحقيقة نفسي أعيش حياة هادية ومستقرة وأسافر أعيش في بلد تانية. وكملوا كلامهم مع بعض في هدوء. رامبو وسارة وصلوا للوجهة اللي كانوا رايحين لها. سارة أمرت القرصان إنه يستناهم هناك، وخدت رامبو ودخلوا سوا الغابة لحد ما وصلوا عند المعسكر اللي فيه الأسرى. رامبو قرب شوية علشان يستطلع المكان، كان عايز يتأكد إنه الأسرى فعلاً موجودين جوه، فجهز سهامه واستعد. سارة حاولت توقفه وقالت له: دورك إنك تصور المكان والأسرى بس. لكن رامبو رفض وقال لها: الأهم عندي إني أنقذ الأسرى مش أنفذ أوامر موردريك. بعدين رامبو قطع سياج المعسكر وتسلل بمهارة عالية ومن غير ما حد يحس بيه. وهو بيتحرك بدأ يعد الجنود ويحدد أماكنهم لحد ما وصل للسجن اللي فيه الأسرى، وهناك شاف حالتهم المأساوية، أجسادهم منهكة جدا والمكان مليان فيران وحشرات. لقى كمان أسير مربوط ومعلق بره السجن فحرره بسرعة، لكن الهروب بالأسير ده كان تحدي كبير لرامبو. مع ذلك قدر يتفادى البنود والدوريات بخبرته القتالية ووقع كذا جندي من غير ما يصيب أثر وراه. وفي نفس الوقت سارة كانت بتستنى بره، لكن فجأة جندي فيتنامي مسكها وكان على وشك يقتلها. في اللحظة المناسبة رامبو أطلق سهمه بسرعة، اخترق جمجمة الجندي ده وقتله على طول. وتاني يوم الصبح الجنود الفيتناميين اكتشفوا جثة واحد من زمايلهم، وعلى طول شغلوا صفيرات الإنذار علشان ينبهوا بعض إن في دخيل في المنطقة. الجنود انتشروا في الغابة يدوروا على رامبو. في نفس الوقت كان إيريك والعقيد تروتمان بيستعدوا علشان يروحوا ياخدوا رامبو إذا كان لسه عايش، لأن فاضل ساعة والمهمة بتاعته المفروض تنتهي. رامبو وسارة ومعاهم الأسير اللي حرروه واسمه جاك كانوا بيهربوا لحد ما وصلوا لسفينة القراصنة، ركبوا معاهم وتحركوا بسرعة. لكن الجنود الفيتناميين كانوا موجودين في كل مكان وبيفتشوا بدقة. وأخيراً وصلوا عند النهر، وهناك الملازم شاف سفينة القراصنة من بعيد. على طول اتصل فوراً بشرطة البحر وأمرهم يطاردوا السفينة. رامبو من على السفينة لمح الشرطة وهي جاية عليهم، لكن المفاجأة الكبيرة كانت إن القراصنة نفسهم
اتقلبوا عليهم ورفعوا سلاحهم على رامبو ورفاقه وقرروا يسلموهم للشرطة. وفي اللحظة دي رامبو بسرعة طلع سكينتين صغيرين قتل بيهم القرصان اللي قدامه وخد سلاحه، وبعدها ما وقفش غير لما خلص على كل القراصنة وقال لسارة وجاك ينطوا في المية وهو هيواجه سفينة الشرطة لوحده. الشرطة فتحت عليهم نار كثيف ودمروا سفينة القراصنة تقريباً، لكن رامبو افتكر سلاح الRPG اللي كان موجود على السفينة، أخده بسرعة وضرب بيه على الشرطة وحصل انفجار ضخم في المكان. وقبل ما ينط في المية اتفاجأ إن في قرصان لسه عايش ومستخبي. مسك رامبو من عنقه وحاول يخنقه، وهنا سارة كانت مرعوبة لأن سفينة الشرطة المولعة كانت جاية في اتجاههم بسرعة. في اللحظة الأخيرة رامبو سحب سكينته وقتل القرصان ونط في المية قبل ما السفينة تنفجر بالكامل. سارة وجاك فرحوا لما شافوا رامبو طالع حي من المية. بعدين رامبو قال لهم يلا نطلع من هنا بسرعة، أكيد الجنود الفيتناميين جايين ورانا. وبدأوا يقربوا من المكان اللي المفروض العقيد تروتمان يستلمهم منه. رامبو قرر ينفصل عن سارة وقال لها إنه هيكمل الطريق الخطير لوحده، ودعها ومشي هو وجاك. في اللحظة دي كان تروتمان فاضله 3 دقايق بس ويوصل. رامبو وجاك كانوا بيجروا بكل قوتهم، لكن الجنود الفيتناميين كانوا وراهم بيطاردوهم وبيطلقوا عليهم النار علشان يمنعوهم يوصلوا. وبعد كده أخيراً تروتمان وصل وشاف رامبو وجاك تحت منه. اتفاجئ جداً لما شاف إن رامبو حرر واحد من الأسرى. على طول أمر جندي هناك إنه يساند رامبو ويضرب نار على الجنود الفيتناميين. الغطاء اللي عمله الجندي سمح لرامبو إنه يتسلق التل هو وجاك ويقربوا من الطيارة، لكن موردريك أول ما عرف إن رامبو حرر أسير اتعصب جداً واتصل بالجندي اللي مع تروتمان وأمره يوقف المهمة وما ينقذش رامبو. وتروتمان لما سمع الكلام ده رفض بشدة وقال له مستحيل، رامبو والأسير تحتينا بالظبط. لكن في اللحظة دي الجندي ده رفع سلاحه على تروتمان ومنعه إنه ينزل بالطيارة أو يساعد رامبو. وهنا تروتمان كان مجبر إنه يسيب رامبو، والطيارة مشيت من المكان وسابت رامبو وجاك، والجنود الفيتناميين قربوا منهم وقبضوا عليهم. رامبو استسلم وما قاومش، وسارة كانت لسه موجودة في المكان وشافت اللي حصل من بعيد. ولما تروتمان رجع للمقر على طول هاجم موردريك وكان عايز يفهم منه ليه عمل كده. وموردريك رد وقال له رامبو ده ما سمعش الكلام وما نفذش الأوامر، مسؤوليته كانت إنه يصور المعسكر، وكان المفروض المعسكر ده يطلع فاضي ومفيش أسرى عشان الكونجرس الأمريكي يتأكد إن مفيش أسرى والقضية تتقفل. واللي رامبو عمله ممكن يكلف أمريكا تعويضات وتداعيات مالية كبيرة. موردريك ما كانش مهتم بالأسرى لأنه بيعتبر الجنود دول ملهمش فايدة. تروتمان ما كانش راضي بالأمر ده، بس ما كانش في إيده شيء يعمله. وفي نفس الوقت رامبو كانوا رابطينه الفيتناميين في حوض مليان أوساخ وحشرات. وبعدها وصلت وحدة من الجيش الروسي لأن روسيا وفيتنام كانوا حلفاء وقتها. نزل من الطيارة الروسي بيدولسكي وأمر رجاله إنهم ينظفوا رامبو عشان هيقعد يستجوبوا لوحدهم في أوضة. وبعدها لما دخلوه الغرفة بيدولسكي طلب من رامبو إنه يتصل بمقر الجيش الأمريكي اللي في تايلاند ويعترف إنه اتقبض عليه، ويبلغهم كمان إنهم هيقبضوا ويعذبوا أي حد حاول يقرب أو يتجسس عليهم. بس رامبو مردش عليه خالص، فبيدولسكي نادى على الراجل بتاعه اللي اسمه يوشي عشان يعذب رامبو ويخليه ينفذ أوامره. وفي نفس الوقت سارة جت للمعسكر وهي متنكرة عشان تنقذ رامبو وتخليه يهرب. وفي اللحظة دي يوشي كان لسه بيعذب رامبو بطرق وحشية وكان بيصعقه بالكهرباء عشان يخليه يتكلم، بس رامبو رغم كل العذاب ده رفض يتكلم ويخون بلده. وهنا بيدولسكي عرف أن الأمريكيين تخلوا عن رامبو لما الطيارة سابته ومشيت، وقال له الأمريكان خانوك وبلدك سابتك وانت مستحمل كل العذاب ده عشانهم، يبقى انت حمار يعني. بس رامبو مش بيهتم بكلامه خالص ورفض يتكلم. وبيدولسكي أمر يوشي إنه يزود فولت الكهرباء ويخلي رامبو يتعذب أكتر. وبرغم كل العذاب الشديد ده رامبو ما تكلمش خالص. وفي اللحظة دي سارة قدرت تقتل واحد من الجنود وأخدت أسلحة رامبو وراحت تدور على مكانه. وبيدولسكي جاب السجين جاك اللي شفناه قبل كده وأمر رامبو إنه يتكلم مع الجيش الأمريكي وإلا هيطلع عين جاك من مكانها بالسكينة. بس جاك طلب من رامبو إنه ما يعملش اللي بيطلبوه وإنه هيستحمل العذاب عشان بلده، لكن رامبو ما قدرش يستحمل لما شاف جاك بيتضرب وإنهم هيشيلوا له عينه من مكانها.
فوافق إنه يتكلم مع مقر الجيش الأمريكي. وساعتها سارة قدرت تعرف مكان رامبو واتسللت للأوضة من تحت. رامبو طبعاً ما كانش يعرف إنها موجودة أساساً، لكنه سرعان ما حس بيها وبدأ يلاحظ وجودها تحت الأوضة. رامبو اتكلم مع مقر القيادة وما بلغهمش بالرسالة بتاعت بدولسكي، ووجه كلامه كله لموردرك وقال له إنه هينتقم منه. وبعدها على طول رامبو قام وضرب يوشي وبدولسكي. أما الجنود الفيتناميين ماتوا بمساعدة سارة اللي ضربت عليهم نار من تحت. وبعدها رامبو وسارة خرجوا يجروا من القاعدة، والجنود الفيتناميين والروس كانوا جايين وراهم بعد ما سمعوا صوت ضرب النار. رامبو كان بيفتح النار على أي حد يقابله في طريقه، وطبعاً الجنود كانوا كتار ورامبو مش هيقف. الجنود الفيتناميين والروس انطلقوا في الغابة بالطيارات وعلى رجليهم عشان يلاقوهم، والطيارة الهليكوبتر بتاعتهم قدرت تحدد مكانهم وقعدت تضربهم بالصواريخ، لكن رامبو وسارة بينجوا بأعجوبة وبيكملوا جري، وعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يبقوا عايشين. وبعد ليلة كاملة من المطاردة كانوا لسه مش عارفين يمسكوا رامبو وسارة، فبيقرروا الجنود إنهم دلوقتي يرجعوا للمعسكر بتاعهم. وتاني يوم تروتمان بيقابل موردوك وبيقوله يبعت فريق علشان ينقذوا رامبو، بس موردوك بيرفض وبيقوله للدرجة دي الشخص ده مهم بالنسبة ليك؟ وبيكمل كلامه وبيقول أنا القائد هنا، وبيؤمر رجالته إنهم يقبضوا على تروتمان. بعد كده بنروح لرامبو وسارة اللي بنشوفهم قاعدين عند النهر، وسارة كانت بتعالج رامبو من آثار التعذيب اللي مر بيه. رامبو بيشكرها على مساعدتها ليه وبيقول لها إنه عمره ما هينسى اللي عملته معاه. وفي اللحظة دي سارة بتطلب من رامبو إنه يساعدها تخرج من فيتنام علشان تبدأ حياة جديدة في أمريكا، ورامبو بيوافق وبيوعدها إنه هيخرجها من فيتنام. بعدها بيتحركوا، لكن الجنود بيشوفوهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار. رامبو بيتعصب وبيضرب عليهم نار هو كمان وبيقتلهم كلهم ما عدا جندي واحد. الجندي ده بيضرب سارة وبيقتلها فوراً وبيقدر يهرب. رامبو لما شافها اتصدم وبيحزن جداً على سارة، بيحضنها وهو بيعيط بحرقة. بعدها بيروح يدفنها وأخد السلسلة بتاعتها، ومن اللحظة دي بيستعد المهمة انتقامية من الجنود الفيتناميين. بعد كده الجنود بيكونوا بيدوروا عليه في كل مكان، وفجأة بيهجم على واحد منهم وبيقتله من غير ما حد يحس، وبعدها بيقتلهم واحد ورا التاني وبيكونوا مش قادرين يحددوا مكانه، وبيقتل واحد منهم كمان بسهم ويختفي. ولما جندي بيقرب منه رامبو بيخلص عليه بطريقة سريعة وجنونية. بعدها الجنود بيعرفوا مكانه وبيطاردوه، لكن رامبو بياخدهم لمكان بعيد علشان يوقعهم في فخ. بيخش القرية الصغيرة دي والجنود كانوا وراه، وبعد ما وصل لآخر القرية بياخد فرخة دجاج وقارورة بنزين ويدخل وسط الزرع، والجنود يدخلوا وراه ويتفرقوا في المكان ده. بعد كده الجنود لقوا دم على الأرض وفضلوا ماشيين ورا الدم ومفتكرين إن ده دم رامبو، لكن الحقيقة إنه كان دم الفرخة. ولما مشوا شوية كمان لقوا الفرخة ميتة ومعاها قارورة بنزين، وساعتها فهموا إن رامبو ضحك عليهم. رامبو أول ما شاف إنهم وقعوا في الفخ ولع النار في الزرع وجرى بسرعة، جهز أسلحته وقعد يضرب عليهم من بعيد بسهام متفجرة، خلى الجنود يولعوا في النار وعدد كبير منهم مات، وكمان فجر العربيات اللي على الجسر بالسهام. وبعدها راح عند الشلال علشان يواجه الجندي اللي قتل سارة. الجندي من كتر الخوف بدأ يضرب نار بشكل عشوائي لحد ما خلص كل الرصاص اللي معاه. فجأة رامبو بيظهر قدامه ووشه كله غضب. الجندي حاول يهرب لكن ما قدرش، وهنا رامبو بيضربه بسهم وبيحوله لأشلاء صغيرة. وفي اللحظة دي طيارة بتوصل وبيرموا عليه قنبلة، لكن رامبو بيجري بسرعة وبينط في المية في آخر لحظة. الطيارة قربت من سطح المية والجندي بيضرب نار في كل اتجاه عايز يخلص عليه، لكن فجأة رامبو بيطلع من المية وبيقتل الجندي ده وبيوقعه من الطيارة. رامبو بيقتحم الطيارة وبيخش في معركة شرسة مع يوشي، الاتنين بيضربوا بعض بكل قوة، لكن في الآخر رامبو بيتغلب عليه وبيرميه من الطيارة. رامبو بيطلع السكينة علشان يقتل الطيار، لكن الطيار بيخاف وبيقرر ينط من الطيارة، وساعتها رامبو بيسيطر على الطيارة وبيرجع بيها للمعسكر الفيتنامي.
أول ما وصل دمر المعسكر كله وقلب الدنيا عليهم بالمعنى الحقيقي للكلمة. الجنود حاولوا يضربوا عليه نار لكن محدش كان قادر يوقفه. رامبو استمر في التدمير وشن حرب مجنونة عليهم وقتل عدد كبير من الجنود لأنهم ما كانوش مستعدين أبداً للسيناريو ده. رامبو انتصر عليهم بعنصر المفاجأة. بعدها نزل من الطيارة وبيقتل أي حد يحاول يقف في طريقه، وبعدين راح على السجن بتاع الأسرى وحررهم كلهم. الأسرى جروا بسرعة وركبوا الطيارة علشان يهربوا، لكن في جندي كان لسه عايش ضرب عليهم نار وقتل واحد من الأسرى. بس رامبو بسرعة خلص على الجندي وبعدها ركبوا الطيارة وبدأوا يتحركوا من هناك. لكن الحرب لسه ما خلصتش لأن العقيد بدولاسكي ظهر بطيارته المقاتلة وبدأ يضرب عليهم نار وصواريخ. الأسرى حاولوا يردوا بالنار لكن أسلحة بدولاسكي كانت أقوى بكتير وقدرت تعطل طيارة رامبو جزئياً، ورامبو ما بقاش قادر يتحكم فيها. في اللحظة دي بدولاسكي افتكر إنه انتصر وإنه هيقضي على رامبو والأسرى، لكن كل ده طلع مجرد حيلة وفخ من رامبو. رامبو ضرب صاروخ ناحية طيارة بدولاسكي وفجرها تماماً، وبكده رامبو يكون خلص مهمته هناك. بعدها تحرك علشان يرجع الأسرى لمقر الجيش واتصل بالمقر وقال لهم إنه قدر ينقذ الأسرى وإنه في السكة راجع بيهم. الكل فرح بالخبر ده ما عدا موردراك اللي كان قلقان من تهديدات رامبو. رامبو وصل للمقر ونزل الأسرى وعلى طول أخد سلاحه وبدأ يتحرك علشان يواجه موردراك، وفي السكة ضرب إيريك ضربة قوية خلته يترنح. بعدها دخل على كل الأجهزة والمعدات اللي في المكان ودمرها بالكامل، وكمان دخل مكتب موردراك، وموردراك كان مرعوب جدا وقعد يقول له أنا مش صاحب الأوامر دي، أنا بس بنفذها زيك تماما. لكن رامبو طلع السكينة وهاجم عليه وحط السكينة على عنقه وهدده وقال له هتروح تنقذ الأسرى اللي لسه محبوسين في كل مكان وإلا هرجع وخلص عليك. وسابه مشي. وبعدها قابل تروتمان وتروتمان قال له البلد هتديك ميدالية شرف تانية على اللي عملته، لكن رامبو رفض وقال له الأسرى دول هم اللي يستحلوا ميداليات الشرف لأنهم متحملوا التعذيب والإهانة كل السنوات دي. وفي اللحظة دي تروتمان عرفه إنه كده نال حريته من السجن. ولحد هنا نقدر نقول إن فيلمنا وصل لنهايته. سلام.